السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم الغدا. انا عملته معاكم كتير بس هعمله معاكم تاني. النهاردة هعمل كده فراخ في الفرن وصينية بطاطس. هنا انا غاسلة الفراخ، كنت نقعاها وشطفتها تاني ومقطعة البطاطس ومجهزة الصواني اللي انا هحط فيها البطاطس والفراخ. هنا انا معايا في الصينية مقطعة بصل وطماطم وفلفل اخضر وبتبلهم كده بفلفل وملح، واحط عليهم كده معلقه من الزيت. انا ببقى اعمل الفراخ مع البطاطس بس المره ده هغير بقى، هعمل دي لوحده ودي لوحده. ومعايا هنا شبت وبقدونس كده مقطعاهم قطع صغيره. هرص بقى البطاطس. احطها كلها في الصينيه كده، ولسه ايه هنحط بقيه الخلطه على البطاطس. كده خلاص حطيت البطاطس كلها. معايا هنا بصله بقى مبشوره ناعم، انا متبلاها بفلفل وملح. دي بتدي لها طعم حلو قوي. بس كده حطيت البصل. احط كمان ايه معلقه توم مفروم. هنحط بقى هنا الطماطم اللي احنا فرمينها، هنصفيها الاول. هصفي الطماطم وارجع لكم تاني. هنا خلاص حطينا الطماطم بقى على البطاطس. هنا كنت بحط برضو بهارات وملح. هحط كمان شوية شبت وبقدونس كده على الوش. كده خلاص خلصنا من صينية البطاطس. نيجي بقى لصينية الفراخ. نفس اللي محطوط في التانية تحت هو نفس اللي محطوط في الصينية دي. هنحط بقى معلقة زيت. وبرضه هحط له بهارات كده وملح في الأرضية. انا الفراخ انا كنت نقعتها وغسلها كويس. هحطها بقى في الصينية كده هرصها. الفكرة الصينية دي طلعت صغيرة وانا رجعت نقلتها تاني في صينية اكبر شوية. برضو معايا بصلة مبشورة ناعم متبلاها بفلفل وملح.
هحطها كده واحاول ادخل باني الجلد واللحم كده البصل المبشور. حطيت فص ثوم مفروم صغير قوي. هحط شوية كده شبت وبقدونس. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. هحط برضو معلقة زيت على الوش، وعلى البطاطس برضو معلقة زيت من على الوش. هدخلهم الفرن بقى. انا كان الورق الفويل خلص من عندي، فانا هحطهم هغطلهم اي غطا كده واحطهم في الفرن. اما يخلصوا بقى من الفرن انا هشطب بقى المواعين اللي انا استعملتها معايا كده عشان الحوض ما يبقاش فيه اي حاجه. انا غاسله المواعين، انا كنت غاسله المبشره برضو دي اللي انا عاملاها البصل. اي حاجه بتتوسخ كده بغسلها على طول عشان الحوض ما يبقاش مكرك. ما كلهم حاجات خفيفه يعني، مفيش فيهم حاجات صعبه ولا حاجه، فهغسلهم بقى. لا اله الا انت سبحانك. خلاص هشوف بقى اللي انا غسلته. كلهم اطباق لسه مفيش فيهم حلل ولا اي حاجه تقيله. بس كده هخلصهم كلهم بقى وارجع لكم تاني. هنا خلاص بقى خلصتهم خلاص وغسلت الحوض. ما عادش اي حاجه، نروح نشوف بقى الفراخ والبطاطس. بوريك المواعين اللي غسلتها. وكنت ولعت على الرز كمان. انا كنت بوريك الرز بقى انا ولعت عليه. هنزل بقى اجيب الفراخ. هنا بقى المقطع اللي انا طلعت منه الصواني من الفرن ده اتمسح مني معلش. هنا كانت الفراخ بقى خلصت والبطاطس ورز كمان، وغرفت الاكل وجهزته.
يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. البطاطس كانت مستوية خالص وريحتها جميلة، والفراخ برضو كانت ريحتها ما شاء الله. بحاول اقرب لكم اللون بس الكاميرا مش واضحة اوي زي الاصل. دي الصينية اللي كان فيها الفراخ. انا بقول لكم ان الخلطة دي انا بحطها في طبق ومش برميها خالص، احنا بنحبها بيبقى طعمها حلو. ودي صينية البطاطس. هنا كمان كنت سلقت بطاطا. جهزت البطاطا بعد ما اتغدينا، كانت البطاطا سلقت، كانت مستوية ولونها جميل. يلا يا جماعة، اشوفكم على الف خير، مع السلامة.